الصيام العبادة الروحية اللي بتتمثل بالامتناع عن الأكل والشرب لفترة معينة مع الالتزام الروحي وشروط تانية. بيختلف الصيام بتفاصيله بين الأديان والمعتقدات. بمنطقة الجزيرة بسوريا اللي بتضم مكونات دينية وثقافية متنوعة، بتتعدد طرق الصيام وفقا للعادات والتقاليد الخاصة بكل جماعة. لكن بالرغم من اختلاف الطقوس، بيضل الصيام بيجمع بين الناس بمعانيه الروحية وقيمه الأخلاقية، وكمان بيعكس التنوع وروح التعايش المشترك بين أهالي المنطقة. كل مكون بيحترم طرق الصيام الخاصة بالمكون الثاني. كل مكون بيراعي مشاعر وخصوصية المكون الثاني أثناء صيامه، ليشكل الأمر لوحة المجتمع السوري القائم على احترام وتقدير كل الاختلاف والتنوع فيه. مستمعينا، لنعرف معلومات أكثر عن الصيام بين أهالي الجزيرة وكيف بيختلف من مكون لتاني معنا الشيخ محمد القادري. أهلا وسهلا فيك. لو نبلش بالصيام، وشو هو الهدف الروحي منه؟ شو بتخبرنا؟ الهدف الروحي من الصوم أكيد واحد يكون يصوم لأجل الله سبحانه وتعالى، يتقرب لربه كتير في أيام الصوم المختلفة. يعني كل دين على السنو اللي آباه وأجداده، الشيء اللي جاء في الكتب المقدسة، يشوف أنه يتقرب لله من حيث التزامه بالصوم وش قد فيه يقدم لربه من الامتناع من الشهوات تبعه. لو تخبرنا كمان شوي عن معناه المتفق عليه بكل الأديان بالمنطقة. في كل الأديان اللي عنا، المسلمين والمسيحيين واليزيديين، معناته اللي كل يتفق عليه أنه لازم ما يأكلوا ما يشربوا. في منهم كمان شوي يمتنعوا عن مواد الدسمة. يعني تختلف الأمور والحيثيات تبعنا والشغلات اللي بدنا إياها. طيب لو تخبرنا مين هن المكونات اللي بيصوموا بمنطقة الجزيرة؟ منطقة الجزيرة نعرف من قدامى لأبونا أجدادا اللي هون لهم تاريخ هون. هن المسلمين والمسيحيين واليزيديين متعايشين بعضهم هون، يعني الحمد لله بسلام وأمان. وكل واحد يصوم صومه، كما الغنية تقول أصوم 50 تصوم 30 وأصوم 50. يعني الأيام تختلف، الأعداد تختلف، الشهور اللي يصوموا فيها تختلف، بس كلياتهم يعني يتبعوا دينا. لو تخبرنا شوي عن تفاصيل الصيام بين المكونات بمنطقة الجزيرة، بشو بتتفق، بشو بتختلف، إيمت بتكون، كم يوم، والتفاصيل الثانية كمان اللي بتخص الأكل والشرب اللي المفروض الواحد يبتعد عنه خلال أيام الصيام. تمام. نقول يعني اللي يتفقوا عليه أكيد أنه الأكل والشرب يمتنعوا عنه، وتوقيتات زي في اليوم، يعني من المغرب من الصبح للمغرب مو يأكلوا مو يشربوا. طبعا الأيام والشهور كما قلنا تختلف، مو بالعدد ما تختلف، وفي الشهور زي تختلف. يعني هلا عند المسلمين في شهر رمضان معروف شهر قمري، كما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني رؤية الهلال القمر. بقى المسلمين شهر ثابت على التقويم القمري، يصوموا يا إما 29 يوم يا 30 يوم حسب رؤية الهلال. يمتنعوا عن الأكل والشرب والنكاح من الفجر لأذان المغرب. هو عند المسلمين. المسيحيين عندنا صيام أكثر، يعني عندنا مثلا صوم الطوائف، هن كمان طوائف وكنائس يختلفوا يعني صيامات. في الصوم الكبير يسموه تبع الفصح 50 يوم، هاي الطوائف كلها تجتمع عليه، يصوموا 50 يوم بس. يحق لهم يعني يشربوا المي ويأكلوا الخضرة وهيك، بس يعني مشتقات الحيوانية وهي ما يقربوها.
في عندهم صوم ثقيل كتير مر قبل 2-3 اسمه صوم مارلياس الحي اللي نسميه عندنا صوم الخضر. هذا كمان 3 أيام على بعضهم، 3 أيام متواصلة لا يأكلوا ولا يشربوا نهائيا، يعني لا حتى المي ما يشربوا، صعب عليهم. في بقى من تبع الكنيسة يصوموا صوم الميلاد 40 يوم، صوم العذراء 50 يوم، عندنا صيام كتير يعني. بالنسبة للإيزيديين عندهم 3 أيام بالسنة كلياتها، 3 أيام بيصوموا بالشهر 12، شهر كانون الأول من كل سنة على التقويم الشرقي يحسبوه، أول 3 في التقويم الشرقي يجي، يعني يصير بعد 13 الشهر من الشهر 12 من كل سنة، لأنه في فرق 13 يوم بين التقويم الشرقي والتقويم الغربي. فأول 3 بيجي بيصوموا 3 والأربعة والخميس، الجمعة يصير عندهم عيد. 3 أيام هاد ملتزمين في الديانة اليزيدية يصوموا. طبعا رجال دين اليزيدي كمان عندهم هداك، بس الرجال دين بيصوموا في عندهم كمان أيام صوم. لو تخبرنا شوي عن هذا الصوم اللي بس بيصوموه رجال الدين، تخبرنا شوية معلومات عنه. قبول رجل الدين ودخوله للالش النوراني في له دورة صوم. كم يوم بيطول هذا الصيام اللي عم تحكي عنه؟ 7 أيام. 7 أيام. 7. طيب رغم اختلاف هاي التفاصيل، شو هي القيم المشتركة اللي بيجسدها الصيام بين الأديان؟ القيم المشتركة أكيد هي طاعة الرب والالتزام بأوامر الكتب المقدسة والأنبياء تبع كل دين، وشعور الناس بعضهم ببعض، كما قلت يعني الغني يشعر بفقر الفقير، يشعر بالجوعانين، يشعر بانتمائه لهالمجتمع هذا. يعني القيم كتير عالية وأخلاقية، قيم راقية. يعني الإنسان وقتها يحس بإنسانيته، يحس بضعفه، ما بيتكبر على العالم، ما بتصير عنده غرائز تغلبه. يعني أغلب المشاكل اللي تصير بالدنيا هي من سيطرة الغرائز على النفس البشرية. الصيام عم يكسر هالغرائز ويخلي الإنسان شوي يتقيد بأخلاقه ويعبد ربه. كيف بيأثر هذا التنوع على فهم وممارسة الصيام بالمنطقة؟ الفهم يجي من الإنسان اللي يعبد ربه عن قناعة. يعني مو كما يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وأن على آثارهم مقتدون، أبوي وأمي وجدي هيك سووا أنا هيك سوي. لا، كل العبادات فيها ظاهرة. يعني هلا اللي يصلي في كل الأديان يشوفوا الناس يصلي، يقدر يعني يورجي حاله للناس أنه قاعد يصلي، هو يصلي. الزكاة يدفع أمواله قدام الناس هيك. يعني اللي يروح على الحج يشوفوا الناس، بس الصايم ما يشوفوا غير رب العالمين، يعني مو يعرف فيه إلا ربه. يقدر الإنسان يعني يفطر بس مع ربه مو يقدر، يعني مثل ما يقول يرائي قدام الناس. فالحديث لما يقول الصوم لي وأنا أجزي به، كل أعمال العبد له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هاي اللي تفرق الصيام وقيمته عند الإنسان. الشيخ محمد القادري، شكرا لك على مشاركتك لهي المعلومات معنا. شكرا لكم كمان على استضافتكم. شكرا لكم مستمعينا، كنت معكم أنا حنيفة سليمان من عامودة.